السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الصلصال البيتي الصحي، بدون اي مكونات ضاره خالص، متوفر ان شاء الله في البيت. هنعمله طبعا لاطفالنا، علشان لو كلوا بالغلط ما يأثرش طبعا عليهم، بس طبعا يفضل ان احنا نلاحظهم علشان ما ياكلوش اي حاجه من دي. ان شاء الله هنعمله زي ما انتم شايفين، العجينه طريه جدا وناعمه قوي. كمان تقدروا تعملوا اي لون انتوا حابينه او اطفالكم بيحبوه. معايا اول حاجه كده كوبايه من الدقيق وعليها كوبايه من الميه ونص كوبايه من الملح. هبتدي اجيب حله واحط فيها الميه وعليها الملح، وابتدي ادوبهم كويس جدا لحد ما الملح يبتدي يدوب. كان فاضل بقى شويه كده مش راضيين يدوبوا اوريهم لحضراتكم. رُحت ضايفة عليهم كوباية الدقيق وطبعًا هيدوبوا مع بعض. الدقيق بقى لازم أقلّبه كويس أوي علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات خالص، وتكون العجينة صافية جدًا وناعمة أوي. بعد ما بادوّب بقى كل الدقيق كده كويس، هابتدي أضيف كوباية الدقيق عليها 4 معالق كبار من الخل. إحنا طبعًا نقدر نعمل نُص الكمية بس. هاضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت، يعني ممكن نعمل نُص كوباية دقيق، عليها ربع كوباية ملح ونُص كوباية مَيّة ومعلقتين زيت ومعلقة من معلقة زيت ومعلقتين من الخل. هاقلّبهم بقى كويس أوي، وبعد ما يعني أحس بقى إن كلّه داب، زي ما أنتم شايفين اللمعة الزيت ادّى لمعة حلوة جدًا للخليط ده. بعد بقى ما أتأكد إن خلاص الخليط داب كويس أوي، هابتدي إن أحطه على النار. النار تكون هادية علشان الدقيق ده يستوي براحته جدًا. زي ما أنتم شايفين بدأ إن هو يتقل. طبعًا مسكت بقى بالمعلقة كده علشان العجينة تكون تقيلة، وطبعًا عايزين حاجة تقدر تتحكم في العجينة. هافضل برضه أقلّب لحد ما العجينة دي كلّها هتلاقيها كده اتلمِّت كلّها في قلب الحلة، ما فيش أي عجين خالص لازق في الجوانب أو في القاع. هنلاقي العجينة كلّها بقت قطعة واحدة زي ما أنتم شايفين كده. هابتدي إني أطفي النار وأشيلها بقى على طبق جانبي وأسيبها تبرد شوية، وبعدين هنبتدي إن إحنا نكمّل باقي الصلصال. طريقة سهلة جدًا ومش مكلفة، وكمان هتفرّح الأطفال جدًا، وهيلعبوا بيها وهيكونوا فرحانين أوي وهيعملوا منها أشكال كتير جدًا. قسّمت بقى العجينة، قسّميها على 2، 3، قسّميها على حسب العدد اللي أنتِ حاباه. هابتدي أول شوية كده، أول قطعة يعني، هابتدي إني أحط كده حوالي معلقة كبيرة من معلقة صغيرة من الكاكاو. طبعًا الكاكاو هتحطيه على حسب كمية العجينة. طبعًا أنتِ ممكن تستغني عن الكاكاو لو عندِك لون بني، اللي هي الألوان الصناعية البني، بس أنا قُلت لحضراتكم دي حاجات كلّها في البيت. زي ما أنتم شايفين بقى لونها بني وجميل إزاي، يعني زي اللي إحنا بنشتريها ويمكن أحسن كمان، طرية جدًا. وهاوريكم كمان إزاي إن إحنا نحتفظ بيها ونخلّيها يعني موجودة طرية لأطول وقت. هنا برضه قطعة تانية هابتدي إني أحط، بصوا برضه ده كركم هيدينا لون العجينة أصفر برضه وحلو أوي برضه يعني. أدينا بنتصرف، مش لازم كل حاجة ننزل يعني نشتريها، كل حاجة موجودة اهي في البيت. زي ما انتم شايفين برضه العجينة بقى لونها أصفر وحلو أوي. هنبتدي بقى نعمل كمان لون، وده لون اللي هو الأورنج البرتقالي. هنضيف كده معلقة كبيرة من اللون ده، لون صناعي. هاحطه كده على العجينة وبعدين هاقلّب بقى كويس أوي. طبعًا ممكن تعملي بقى يعني تجيبي لون أحمر، أخضر، أزرق، الألوان اللي أنتِ حاباها وتعجني بيها. ممكن تكتفي بس باللون الأصفر واللون البني، وممكن نعمل قطعة كده بيضة من غير أي إضافات خالص. كان فاضل بقى قطعة ضِفت عليها شوية من اللون الأورنج دي، وكمان شوية من الكركم، وعملوا لون يعني أورنج فاتح، كان حلو أوي. دي بقى الأشكال زي ما أنتم شايفين، أشكال يعني اعملوا بقى وخلّي أولادكم يفضلوا يلعبوا بقى طول اليوم. أهم حاجة تفرشي لهم مفرش كده ويلعبوا على المفرش علشان هيلزق طبعًا وهيبهدل الدنيا، فيعني مش عايزين بهدلة بقى للشقة يعني، فنعمل لهم مفرش كده يلعبوا عليه.
وبعدين هيرموا المفرش وهيلموا الصلصال وهنغطيه بنفس الطريقة كده. نجيب stretch wrap كده ونبتدي ان احنا نحط فيه قطعة الصلصال، وهنقفلها بقى كويس قوي وهنسيبها. نطلع على حسب احتياجنا، على حسب الحتة اللي احنا يعني اللون اللي احنا هنستخدمه نطلعه، علشان نقدر نحافظ عليه ان هو يفضل طري اطول فترة ممكنة. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.